مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية العاجلة. عريضة إلكترونية تتجاوز 70,000 توقيع تطالب الحكومة بالتراجع عن الساعة الإضافية. وفي التفاصيل، تمكنت عريضة رقمية أطلقها عدد من النشطاء من جمع أكثر من 70,000 توقيع يطالبون من خلالها الحكومة المغربية بإلغاء العمل بالساعة الإضافية، معتبرين أنها غير قانونية ومؤكدين أنها أصبحت مصدر إزعاج وضغط يومي للمواطنين، كما تؤثر بشكل سلبي على نمط حياتهم اليومي. العريضة المنشورة على منصة تشينج الخاصة بالعرائض أوضحت أن التغييرات المفاجئة في التوقيت تتسبب في اضطرابات مستمرة في الساعة البيولوجية للإنسان، وهو ما ينعكس بشكل سلبي على الأداء الدراسي والمهني، إلى جانب التأثير على الصحة النفسية والجسدية. كما أشارت العريضة إلى أن اعتماد الساعة الإضافية أثر بشكل مباشر على تركيز التلاميذ والطلبة وعلى قدرتهم على استيعاب الدروس والمعلومات، مما يؤدي إلى تراجع مستوى التحصيل الدراسي وجودة التعليم بشكل عام. وفي نفس السياق، أكدت أن هذه التغييرات الزمنية قد تعرض الصحة لمجموعة من المشاكل، تبدأ بالأرق وقد تصل إلى اضطرابات نفسية وجسدية خطيرة. كما أن تكرار هذه التغييرات ينعكس سلباً على الحياة الأسرية ويساهم في زعزعة الاستقرار الاجتماعي داخل المجتمع بشكل عام.